أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن نتيجة مجنونة شوية في عالم الكورة. إسبانيا كسبت فرنسا 5-4. 5-4 ده كان نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية يوم 5 يونيو 2025. مباراة صعب تتكرر بين منتخبين كبار بينهم تاريخ ماتشات حاسمة قريب. بالظبط زي نهائي 2021 ونص نهائي يورو 2024. مهمتنا النهاردة إننا نحلل بعمق النتيجة التاريخية دي ونفهم إزاي ده حصل بناء على التحليلات اللي قريناها. تمام، هنشوف إزاي إسبانيا تفوقت تكتيكياً، وإيه الأخطاء اللي خلت فرنسا تنهار بالشكل ده في الأول، وكمان إزاي فرنسا كانت قريبة جداً من عودة شبه مستحيلة. نبدأ بإسبانيا. التحليلات بتقول إنهم مش بس لعبوا التيكي تاكا بتاعتهم، لا ده كان في مزيج مختلف. صحيح، ما كانوش بس بيستحوذوا، كان في كمان نهج هجومي مباشر، بيستغلوا المساحات بفاعلية كبيرة قوي. طب إزاي قدروا يوصلوا لده ضد فرنسا؟ هم استهدفوا نقط ضعف واضحة عند فرنسا. تشكيلة ديشان الهجومية قوي دي اللي بدأ بيها خلت وسط الملعب مكشوف تماما. رابيو وكوني كانوا لوحدهم تقريبا. والليابات الدفاعية كمان كان ليها دور، ساليبا وأوباميكانو وكده. بالظبط، الغيابات دي أثرت جامد على قوة الدفاع، فإسبانيا استغلت المساحات دي والثغرات اللي سببها غياب المدافعين دول. وهنا بقى لازم نتكلم عن لامين يامال. الولد ده 17 سنة بس. التقارير مش بتتكلم عنه كهداف بس، مع إنه جاب جونين، لكن كمحفز فوضى. يعني إيه؟ تأثيره كان أكبر بكتير من مجرد الأهداف. هو كان زي المغناطيس، بيسحب معاه مدافع أو اتنين على طول، وده كان بيفتح مساحات لزمايله بشكل منظم. زي الجون الأول بتاع نيكو ويليامز؟ بالظبط، يامال سحب المدافعين وفتح زاوية التمرير لأويار زبال اللي عمل الأسيست لويليامز. دي مش مجرد مهارة فردية، لا ده اندماج ذكي للموهبة دي جوه سيستم لعب واضح. يعني التكتيك الإسباني عارف يستغل موهبته صح؟ ده غير طبعا سيطرة خط الوسط، بيدري وزمايله وسرعتهم في إنهاء الهجمات. جونين في 3 دقايق في الشوط الأول وجونين في دقيقتين في الشوط الثاني. تماماً، الفعالية دي قدام الجون كانت حاسمة وخلتهم يتقدموا بفارق مريح بدري. طيب نروح للناحية التانية. الانهيار الفرنسي ده بقى تفسيره إيه؟ هل هي بس مخاطرة ديشام بالتشكيلة الهجومية دي هي السبب؟ هي كانت مخاطرة كبيرة أكيد، والنتيجة كانت عكسية فوراً. اللعب بأربع مهاجمين صرحاء، مبابي وديمبيلي وأوليز ودويه، ده خلى التوازن الدفاعي يختفي. خط الوسط ما قدرش يحمي الدفاع خالص. والدفاع نفسه كان فيه مشاكل بسبب الغيابات مش كده؟ كوناتي والإنجليه كانوا بيعانوا قدام هجوم إسبانيا. فعلاً، غياب الأساسيين كان واضح قوي، والثنائي المؤقت ده كان صعب عليهم يواجهوا سرعة وتحركات الأسبان. ضيفي على ده الأخطاء الفردية، زي تدخل رابيو اللي جاب ضربة جزاء لإسبانيا. إن فرنسا تستقبل 5 أهداف ودي أول مرة تحصل من سنة 1969، ده بيقول إن الموضوع كان أكبر من مجرد خطأ واحد. أكيد، هو تضافر كذا عامل مع بعض، قرار تكتيكي، مخاطرة كبيرة، غيابات دفاعية مؤثرة، ويمكن كمان شوية إرهاق للاعبين. بس فرنسا ما رجعتش بسهولة، كانت قريبة جدا من التعادل بعد ما كانت النتيجة 5-1. إزاي حصل التحول ده في آخر الماتش؟ والله التحليلات بتقول إنها كانت خليط من حاجتين. أولاً لعيبة إسبانيا حسوا إن الماتش خلص، فخلينا نقول تراخوا شوية. وده طبيعي يمكن بعد التقدم ب5. تمام، والحاجة التانية تأثير البودلة بتوع فرنسا، بالذات ريان شاركي اللي كان أول ماتش دولي ليه. الولد ده نزل قلب الماتش، جاب جون خرافي وعمل أسيست وعمل قلق لدفاع إسبانيا في أقل من نص ساعة. أيوة أنا فاكر تسلسل الأهداف السريع ده، ضربة جزاء مبابي، جون شرقي، جون عكسي من فيفيان، وبعدين جون كولو مواني. النتيجة بقت 4-5. بالظبط، العودة دي مع إنها كانت مثيرة قوي، بس أغلب التحليلات شايفة إنها كانت بسبب تراجع حدة أداء إسبانيا أكتر ما هي تحول تكتيكي فرنسي منظم. ده طبعا غير المهارات الفردية العالية للبدل اللي نزلوا زي شرقي. ولو قارنا أداء اللعيبة الكبار بنشوف يامال بيتألق جوا منظومة لعب إسبانية، لكن في فرنسا بالرغم من الأسماء الثقيلة زي مبابي وديمبيلي الأداء الجماعي كان أقل من المتوقع أغلب الوقت. وده بيوضح نقطة مهمة قوي، إسبانيا نجحت تدمج موهبة يامال الفردية في سيستم جماعي بيحدمه ويبرزه، لكن فرنسا اللي في ناس بتقول إنها عندها أكمل تشكيلة في العالم
نجومهم كانوا بيلعبوا كأفراد أكتر، وما كانش فيه الانسجام والفعالية الجماعية المطلوبة، خصوصاً في الهجوم. إذن لو هنلخص الدروس المستفادة من الماتش الملحمي ده نقول إيه؟ بالنسبة لإسبانيا ده تأكيد على تطورهم التكتيكي وقدرتهم على دمج المواهب الشابة زي يامال بشكل ممتاز. بس في نفس الوقت فقدان السيطرة في النهاية ده يعتبر جرس إنذار ليهم. لازم يحافظوا على التركيز والانضباط طول ال90 دقيقة. وفرنسا فرنسا، الهزيمة دي كشفت نقط ضعف دفاعية وتكتيكية واضحة. لازم ديشا يلاقي حلول، خصوصاً لمشكلة التوازن بين الهجوم والدفاع قبل البطولات الكبيرة الجاية. تمام. دلوقتي إسبانيا هتقابل البرتغال في النهائي وفرنسا مع ألمانيا على المركز الثالث. صحيح، والمباراة دي نفسها اللي هي الأعلى تسجيلاً للأهداف في تاريخ دوري الأمم بتخلينا نفكر في نقطة أعمق شوية. بعيداً عن الأرقام والتكتيك، الماتش ده بيقول لنا إيه عن التوازن الصعب اللي بتواجهه المنتخبات الكبيرة؟ التوازن بين الاعتماد على النجوم الكبار المعروفين وبين المغامرة وإعطاء الثقة للمواهب الشابة المتفجرة اللي ممكن تغير شكل اللعبة تماماً. نقطة محتاجة تفكير فعلاً.